بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأتم صحة يا رب العالمين. النهارده بقى فيديو جديد كده وجميل تشجيعي، يعني هنخزن بقى مع بعض. هنفرز الفراخ لشهر كامل. ما عليكم انتوا بقى بالمفرش اللي انا فرشاه. الكلام ده كان في رمضان، لكن انا عندي شويه فيديوهات كتير جدا جدا. صراحه يعني عندي كميه فيديوهات هنزلها لكم الفتره اللي جايه. كان عندي ظروف صعبه، اولادي الاتنين كانوا تعبانين شويه، فكان عندي فيديوهات كتير. فطبعا مش معقول ان انا همسح الفيديوهات دي. طبعا افكار انا برضو بعملها في اول كل شهر زي ما احنا شايفين مع بعض. لو اول مره بتشوفيني يا ست الحبايب، حطي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك باذن الله كل جديد بنزله. سمي الله ونصلي على رسولنا الكريم كده. وانا دولت معايا 5 فرخات بيكفوا طبعا الشهر كله. بنقطعهم تقطيعات تكفينا على طبعا لحمه مفرومه بقى، نعمل لحوم نعمل اسماك. المهم يعني، وطبعا اللحمه المفرومه بتأدي كده معانا الغرض، ويعني بتنجز كده في اوقات كتير. ما يمنعش برضو لو خلص كده بشتري حوالي نص كيلو من البانيه. طبعا احنا بنعمل وصفات كتير جدا من البانيه، بتبقى موفرة جدا. يعني بربع كيلو بانيه ساعات بنعمل وصفة كاملة، وبتبقى جميلة جدا وبتكفي الأسرة كلها. خلينا دلوقتي في موضوعنا. انا معايا الخمس فرخات دولت. كانوا فرختين منهم بس هما اللي كان حجمهم. 3 فرخات كانوا 2 كيلو، وفرختين منهم كانوا حوالي 2 كيلو الا 200 جرام. يعني حلوين قوي. لو متوفر عندك ومعاكي امكانيه، طبعا دولت كانوا تربيه بيتي. لكن لو انت معاكي امكانيه مثلا او فراخك كبرت شويه، 2 كيلو ونص، يعني 4 فرخات هيخلوكي زي الفل وهيشهيصوكي وهيروقوكي خالص طول الشهر. حاولي كده ان انت لو بتربي فراخ سيبيها كده تكبر شويه معاكي. او لو هتشتري برضو، طبعا كل ما بتشتري الفراخ حجمها اكبر، كل ما بتعرفي تقطعيها، وكل ما بتبقى معاكي بتدي مساحه في التقطيع، وبتدي وجبات اكتر كمان. الصدر بتاع الفرخه بالذات لما بيبقى كده مليان، بتعرفي ان انت تطلعي منه اكلات كتير. بتعرفي تطلعي بانيه، بتعرفي تطلعي منها ستريبس، بتعرفي تطلعي مفروم، هتعملي كفته، هتعملي اكلات كتير جدا جدا. المهم خلينا دلوقتي في موضوعنا. انا غسلت الفراخ بايه؟ غسلتها كويس جدا جدا بعد ما نضفتها بقى، ونقعتها كده شويه في الميه بس. وبعدين حطيت لها بقى شويه من الملح وشويه من الدقيق والليمون، وسبتها كده منقوعه فيه شويه، وبعدين شطفتها كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين، زي الفل وزي القشطه. بس كده يا بنات. جيت بقى دلوقتي ان انا هبدأ ان انا اقطع الاوراق لوحدها والصدور لوحدها. كل فرخة كده بقسمها نصين. طبعا انا مش هعوز ان انا افتحها يعني واحافظ بقى عليها، لان انا كلها هقطعها، مش هسيب حاجة فيها سليمة. لكن لو هتسيبي كده فرخة هتسلقيها سليمة او هتشويها بحالها زي ما هي كده، هتحاولي ان انتي تطلعي بقى القلب بتاعها. او لو انت شارياها جاهزة، هتخلي يعني ايه الفراخ كده اللي انت جايبه منه ينضفها لك كويس. وهتحاولي بقى ان انت تنضفيها كويس جدا جدا من جوه. زي ما احنا شايفين الصدور، ببدأ ان انا اخد القطعة اللي هي بتاعة الجناح، ومعاها كمان القطعة اللي هي بتبقى شبه الدبوس بتاع الورك دي صغيرة، اللي هو الكتف ده. بقطعهم بعملهم طبعا اكل لوحدهم، بتبقى حلوة جدا. ممكن ان شاء الله اجنحة الدجاج دي ممكن تتعمل في صينية بطاطس. ممكن تتعمل اللي هو الكنتاكي، ممكن نعملها أجنحة الدجاج المقرمشة. ممكن نعملها كده بصوص كده جميل عملناه قبل كده مع بعض. ان شاء الله هعمل معاكم الوصفات دي كلها بإذن الله. فانا قطعتها كده بنفس الطريقة. الكبدة بقى خليتها لوحدها. الاوراق قسمتها كده نصين، يعني كل وركة على قطعتين. بس يا حبايبي، جيت بقى دلوقتي دي كمية الاوراق اللي معايا والاجنحة اللي هي بالاكتاف دي. ومعايا كمان طبق فيه الكبد والقوانص برضو لوحده. فاضل معايا بقى الصدور بتاعة الفراخ. الصدور دي كانت مخلية. حاضر يا بوسي. الصدور بتاعتي انا سبتها زي ما هي. ليه بقى؟ لان انا هشتغل بيهم كده طبعا عشان الوصفات اللي انا بعملها، فهحب طبعا الصوره المصغره بقى والكلام ده. فهتبقى صدر واحد بصدر فرخه هنعمل اكله. لكن ان شاء الله باذن الله كل الوصفات دي هنعملها مع بعض. فانا حبيت الاول ان انا اعبي الاطباق بتاعتي عشان تديني مساحه، واشوف بقى اللي هيفضل معايا ايه. عبيت كده طبق فيه الكبد بتاعه الفراخ، وطبق فيه القوانص. طبعا القوانص دي بتبقى استخداماتها حلوة جدا جدا. وكان كمان عندي كذا قطعة في الفريزر كبد وقوانص كنت شايلاهم، فدولت حوالي 7 و7، يعني 7 كبدات و7 قوانص. بيعملوا طبعا كمية حلوة زي ما احنا شايفين مع بعض. هنعملها برضو دي، ممكن تبقى أكلة منفصلة ودي تبقى أكلة منفصلة. يعني من كمية الفراخ هنعمل عدد أكلات كتير جدا.
هبدأ بقى وانا برص الاطباق بتاعتي اخد بالي انا حطيت القطع اللي هي بتبقى في الاوراق دي لوحدها، لان انا هعملها مثلا مشوية. لكن الاجنحة زي ما احنا شايفين انا عملتها لوحدها، هعملها برضو يا اما اللي هي اجنحة الدجاج المقرمشة دي. فانا هحطها برضو، الكمية طبعا حلوة برضو، هتقضي كده وهتبقى وجبة زي الفل. جينا بقى دلوقتي للطبق اللي معايا الاخير ده، انا كنت حاطه فيه الرقبات بقى بتاعه الفراخ، وكمان كان في كده الرجول، انا كنت منضفاها كويس جدا جدا. انا صراحه مش بحبها، لكن انا ولادي بيحبوها. كل الناس طبعا مش هتبقى متفقه معايا، كل الستات تقريبا بتحبها واولادهم لا، انا العكس تمام. انا صراحه مش بحبها، بس انا قلت كده طالما يعني اولادي طلبوها، هخليها لهم برضو مش هرميها. نضفتها كويس جدا جدا طبعا. جيت دلوقتي بقى هحط برضو الدبابيس لوحدها. انا كده هعمل وجبه اللي هي الدبابيس اللي هي اللي بالصوص اللي هو المكرمل اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده. دبابيس كده بتبقى بالبصل المكرمل، تحفه ما شاء الله اللهم بارك، جميله جدا. فدلوقتي هعد دلوقتي معاكم الاطباق اللي انا عملتها. زي ما احنا شايفين دي كده طبق اللي هو فيه الدبابيس، بعمل طبعا بعدد افراد الاسره، الاولاد والكبار يعني. بظبط انا بقى الدنيا، كل واحده طبعا على حسب عدد افراد اسرتها ايه وايه اللي هيقضيها. المهم ان انت تحاولي كده يا ست الحبايب ان انت تخلي كل وجبه تكون يعني كامله كده، ومش لازم طبعا نكتر كتير. لما تعملي كل يوم احسن ما تعملي يوم واحد مثلا في الاسبوع وتفضلي بقى طول الاسبوع كده مش عارفه تعملي ايه. لا طبعا، حاولي كده ظبطي الدنيا وظبطي نفسك كده، وانت طبعا على قد ميزانيتك. انت عارفه امكانيه بيتك وامكانيه زوجك، وكل واحده ماشيه ممشيه بيتها على قد الامكانيات بتاعتها. يعني بالقليل هيمشي وبالكتير هيمشي. فنحاول كده ان احنا نظبط دنيتنا زي ما احنا شايفين مع بعض. سبت الصدور يا حبايب قلبي علشان بقى استخدمها زي ما قلت لكم، لكن مش اكتر ولا اقل. انا سبتها كده عشان اطلع بصورة بالصدر كده، وهنقول هنعمل اكلة. لكن طبعا انا في كالعادة بقطعهم، باخد منهم كده البانيه وبقطع منهم ستريبس، يعني بظبط الدنيا كده. فانا عملت حوالي من الخمس فرخات دولت حوالي 10 اكلات او 11 اكلة كمان. وما شاء الله كتير جدا ومشبعين، وكان زي الفل وزي العسل. ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. لو الفيديو عجبكم متنسونيش في اللايك والشير. اسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.